قصة الهاكر المغربي الظل الأسود في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء. كان يعيش شاب يدعى ياسين. كان هادئا غامضا، لا يملك الكثير من الأصدقاء، لكنه كان يملك شيئا واحدا يميزه عن الباقين: عبقرية غير عادية في عالم الحواسيب. منذ أن كان عمره 13 سنة بدأ ياسين يتعلم البرمجة من خلال مقاطع فيديو ومقالات باللغة الإنجليزية. لم تكن لديه إمكانيات مادية كبيرة، بل كان يستعمل حاسوبا قديما حصل عليه من أحد أقاربه. شيئا فشيئا بدأ يكتشف عالما خفيا، عالم الهاكرز. بحلول سن 17 أصبح ياسين يعرف على الإنترنت بلقب الظل الأسود. لم يكن هاكرا عاديا، بل كان من نوع الهاكرز الأخلاقيين الذين يخترقون الأنظمة فقط ليكشفوا ثغراتها ثم يبلغون عنها. لكنه لم يستمر في هذا الطريق طويلا. في أحد الأيام تعرض والده لحادث عمل خطير في مصنع، لكن الشركة تنكرت له ورفضت دفع تعويض التأمين. حينها قرر ياسين أن ينتقم بطريقته الخاصة. اخترق النظام الداخلي للشركة وحصل على وثائق تثبت تلاعبها بالتأمين والوثائق القانونية. أرسل كل شيء إلى الصحافة، وتم فتح تحقيق رسمي أدى إلى محاكمة المدير العام. منذ ذلك اليوم أصبح الظل الأسود رمزا شعبيا في المغرب الرقمي. بدأت الشركات الكبرى تحاول الوصول إليه لتوظيفه، بينما كانت الشرطة تحاول تحديد هويته الحقيقية. لكنه كان دائما يسبقهم بخطوة، يترك توقيعه الرقمي في كل عملية. عبارة واحدة فقط: العدالة ليست خيارا، إنها واجب. لاحقا بدأ ياسين يهاجم مواقع الفساد، شركات تهرب الأموال، وتطبيقات تنتهك خصوصية المستخدمين. لم يكن يسرق المال، بل كان يكشف الفساد وينشر الحقائق. أصبح صوتا للمظلومين في العالم الرقمي، وكل هذا وهو لا يزال يعيش في غرفة صغيرة فوق سطح بيت عائلته. وفي أحد الأيام، وبينما كان يتصفح الشبكة المظلمة، تلقى رسالة مشفرة تقول: نحن نعلم من أنت، نريدك معنا أو ضدك. كانت الرسالة من منظمة غامضة. حينها وجد نفسه أمام مفترق طرق: إما أن ينضم إليهم أو يدخل حربا رقمية لا رجعة فيها. وبدأت المعركة. هل تحب أكمل لك الجزء الثاني؟